السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. نتمنى تكون اموركم طيبه ان شاء الله وتكونوا في صحه جيده. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هكذا حريشات صغيورين مزيونين كيجيو معمرين بالفرماج ومنسمين بالزعتر وزيت الزيتون. صراحه كيجيو هائلين بزاف. يمكننا نحضرهم هكذا في مائده الافطار ديال الصباح او لا مائده الكوتي. كيجيو زوينين بزاف ومنسمين وشكلهم راقي. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي خليوا لي واحد لايك وكومونتير محفز وخليكم معايا للاخير باش تشوفوا المقادير اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه وتشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه ان شاء الله المقادير اللي غادي نحتاج في الوصفه ديال اليوم، غادي نحتاج ان شاء الله واحد نص كيلو ديال سميده رقيقه ديال الحرشه اللي كنصيبوا بها الحرشه. غادي نحتاج معاها تقريبا واحد كاس عامر ديال الحليب. القياس اللي غادي يخلط لي داك السميده، الحليب اللي كيكون بحراره المطبخ ما كيكونش بارد بزاف. عندي كاس الا ربع ديال زيت نباتيه باش غادي نخدموا به الحرشه في الاول. غادي نحتاج كيس من حجم 8 غرام ديال خميره الحلويات، وغادي نحتاج شويه ديال الزعتر بطبيعه الحال كنكونوا نقيناه مزيان. هنايا عندي معلقه صغيره د الملحه وواحد معلقه صغيره ما عامراش ديال سنيده فقط باش كنحصلوا على داك اللون محمر. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو هنا نص كيلو ديال السميده ديال الحرشه رقيقه. يعني في دول اخرى كاين اللي كيقول لها هذه المتوسطه، يعني كاينين اللي عندهم سميده رقيقه هي الفينو. بالنسبه لينا هنايا في المغرب عندنا سميده رقيقه هي السميده ديال الحرشه، وهذاك الفينو كنسميوه الفينو. غادي ندير عليها داك المعلقه صغيره سنيده مع داك المعلقه صغيره ديال الملح. غادي نحاول نبسبسوها هكذا شويه بالزيت بحال الطريقه العاديه اللي كنحضروا بها الحرشه العاديه. غادي نحاولوا نبلوها كلها بداك الزيت باش كتجينا هشيشه. تقريبا احتاجيت هنا كاس الا ربع ديال زيت نباتيه. المقدار دائما بكاس ديال العنبه. من بعد ما كيف ما كنقولوا بسبسناها بالزيت، غادي نضيف عليها خميره الحلويات كيس من فئه 8 غرام. غادي نحك عليها الزعتر بهذا الشكل. الزعتر كتبقى الكميه اللي بغيتو، انا كندير فيه هنا كميه شويه كبيره. كيعجبني هكذا الحرشه تكون منسمه. يعني دائما انا واخا غير الحرشه العاديه كندير فيها شويه ديال الزعتر باش كتجي منسمه. الزعتر مع الحرشه كيتواتى بزاف، كيجي المذاق ديالو غزال. ودابا غادي نخلطوها مزيان بالحليب. الحليب كيف ما قلت كيكون بحراره المطبخ هكا، كيكون محيده منه داك البروده ديال الثلاجه، يعني ما يكونش بارد بزاف. كنحاولوا نخلطوها هكذا، ما يعني غير كنخلطوها مزيان باش كتقاس يعني بالحليب وكتخلط مزيان غير بالاصابع ديالنا بهذا الشكل. غادي نضيف هذه الكميه كلها. صراحه كيجي القوام ديالها في الاول كتكون هكذا مرخوفه شويه، كتكون جاريه شويه، يعني ما تخليوهاش قاصحه بزاف، يعني كنخليوها تكون جاريه شويه. باش كنتسناو عليها تقريبا واحد 10 دقائق او 15 دقيقه باش كترتاح وتشرب مزيان باش كتجينا الحرشه هشيشه. دابا غادي نخليوها جانبا يعني تترتاح لمده ديال 15 دقيقه كتشرب مزيان داك الحليب، وعاد غادي نوليو باش نخدموها. دابا غادي ناخد داك الجبن المثلث اللي عندي، الجبن ديال الدهن اي ماركه كتفضلوا، اي ماركه اي مذاق كيعجبكم. هنا درت انا قياس
تقريبا 6 د الفرماجات. غادي نزيد الكميه ضروري، راه ما غاديش يكفيني هادشي، انا وريتكم غير الطريقه. غادي نضيف عليه تقريبا ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نحك عليه واحد الملعقه ديال الزعتر. بطبيعه الحال راكم كتعرفوا الزعتر وزيت الزيتون والجبن او الفرماج كيتواتى المذاق ديالهم بزاف بزاف، كيعطيونا واحد المذاق رائع، واحد النسمه اللي كتكون زوينه بزاف. دابا غادي نخلطوه مزيان هكذا داك الفرماج. كديروا القياس ديال الفرماج على حسب الكميه السميده اللي درتو، الكميه اللي غادي تشوفوا شحال من حبه ديال الحريشه صغيره اللي غادي تخرج لكم. الا ما قداتكمش كتزيدوا. دابا هكذا من بعد ما خلطناها غادي نخليوها على الجانب، وغادي ندوزو باش نشوفوا السميده ديالنا. من بعد ما خلطنا داك الحريشه راه غتكون شربات مزيان. دابا غادي ناخذ داك السميده اللي غادي كناخذوا شويه السميده. هاد السميده فيها غادي نكوروا داك الحريشات، كنديروا لها تقريبا 2 معالق ديال زيت النباتيه، كنبسبسوها حتى هي بهذا الشكل باش داك السميده ما كتطلق لناش الشياط وما كتجيش ما كتبقاش تحرق المقله وكيبقى داك الدخان وداك الريحه. يعني هذه صراحه الطريقه كنعتمد عليها هكا في الحريشه باش ما كتطلقش داك الدخان بزاف. يعني داك السميده اللي غادي تصيبوا فيها الحرشه بقاو ديروا لها شويه ديال زيت المائده. دابا غادي ناخذوا كيف ما قلت لكم غنديروا كويره صغيره، غنحلوها في الوسط، غنديروا فيها شويه ديال الفرماج، ومن بعد غنكوروها وغادي ندوروها في هذه السميده بحال هذا الشكل. غادي نحيدوا الفائض وغادي نوضعوها في المقلاة اللي كنكونوا سخناها. ما عنديش المقلاة ثقيله، يعني ما بغيتش ندير في المقلاة ثقيله، نديرو غير في هذه ديال القلي، يعني راه ما كيلصقوا ما والو. اي مقله عندكم هكا خفيفه كتساعدكم، اولا الا بغيتو ديروا المقله ثقيله يعني الكبيره اللي كطيبوا فيها الملاوي وكطيبوا فيها الحرشه الكبيره ديروها تهز لكم هكذا كميه كبيره. دابا غادي نكور الكويره الثانيه، كنديروا لها واحد الحفيره في الوسط، كناخذوا داك الفرماج كنديروه وسط منها بهذا الشكل، وكنحاولوا نجمعوا لها الجوانب. كنجمعوا لها الجوانب ديالها بهذا الشكل، شكل ساهل يعني طريقه سهله. وكنبغيو نبدلوا شي شويه مره يعني ما كنبقاوش غير في اطار الحرشه العاديه اللي موالفين كنديروها، يعني كنحاولوا مره نبدلوا شويه المذاقات. هكذا كنكون نكمل الكميه كلها، ما عنده ما يوقع ليها، واخا نكملها كلها ونخليها ونبدا نخبز بشويه عليا نطيبهم، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، وكتجي رطبه بزاف وكتجي هشيشه بداك الحليب. دابا غادي نكمل الكويرات اللي عندي كلهم، غندير لهم حفيره الوسط هكذا وندير فيهم الفرماج، ومن بعد غادي نجمع الجوانب بهذا الشكل. غادي نكورها مزيان باش ما تخرجش داك العماره. غادي ندوزوها في ديك السميده بهذا الشكل، كنحيدوا الفائض وكنحطوها. دابا غادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. غادي ندوز نحطهم في المقيله هكا، كناخذ اطار باش كيساعدني كيجيو مقادين، وكنضغط عليه هكذا من الفوق بملعقه ولا الا عندكم داك الاطار اللي كتكون عنده داك المغطايه ديالو باش كنضغطو يكون احسن. انا ما عنديش، عندي اطار هكا، حاولت نقضي باللي كاين. كنحط الاطار هكذا وكندير داك الكويره في الوسط وكنضغط عليها غير بالملعقه باش كتعطينا شكل زوين، وكيبقى الشكل ديالهم متقادين كاملين قياس واحد. كنبقاو مستمرين بهالطريقه هذه حتى كنطيبوهم كاملين. كنبقاو
كيبداو يتحمروا شويه بهذا الشكل كنقلبوهم. الطريقه راه سهله بزاف كيف ما كتشوفوا موضح معكم في الفيديو. هانتوما كتشوفوا بداو كيتحمروا دابا. الشكل ديال الحريشات ديالي من بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيتحمروا كنقلبوهم مزيان كيتحمروا كيجيو زوينين شكلا ومذاقا. رافقتهم هنا هكذا بشويه ديال العسل. صراحه المالح والحلو كيجي زوين، وانتم كيبقى لكم الاختيار مع من ما بغيتوا ترافقوهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وهكذا الا عجبكم ما تنساونيش بلايكات ديالكم، وكذلك تخليوا لي شي كومونتير محفز، وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من العائله ديالكم. كيف ما كتشوفوا كيجيو غزالين من الداخل. شكرا لكم بزاف على متابعه الفيديو للاخر، والى فيديو قادم ان شاء الله.